استبعد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم في حديث خاص لصحيفة الحياة حصول أي تغيير بالنسبة إلى الموضوع الكردي، قائلاً إن مشروع الإدارات الذاتية الفيدرالية طالما أن المكونات السورية معنا مستمر. وأضاف: لن نتنازل عن إقامة روج آفا والربط بين أقاليم الشمال وعفرين عاجلاً أم آجلاً. أصدر رئيس النظام السوري مرسوماً جمهورياً بتشكيل الحكومة الجديدة يقضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس عماد محمد ديب خميس وزير الكهرباء السابق، حيث بقيت أغلب الوزارات دون تغيير، وبالأخص الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية. نقلت وكالة أنباء الإعلام العراقية عن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قوله إن الحصيلة شبه النهائية للهجوم الإرهابي في منطقة الكرادة وسط العاصمة هي 167 قتيلا و180 جريحا. وكانت الشرطة العراقية قالت في وقت سابق إن شاحنة مفخخة انفجرت في حي الكرادة وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 160 آخرين، مشيرة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم. قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين ديمرتاش إن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ 5 أعوام. وأضاف ديمرتاش أن سياسة حزب العدالة والتنمية وكذلك رجب طيب أردوغان قد فشلت في الشرق الأوسط، وإن أوجلان كان قد تنبأ بأوضاعهم وحذر أردوغان. هنري كيسنجر: أبلغنا الجيش الأمريكي أننا مضطرون لاحتلال 7 دول في الشرق الأوسط نظرا لأهميتها الاستراتيجية لنا، خصوصا أنها تحتوي على البترول وموارد اقتصادية أخرى، ولم يبقى إلا خطوة واحدة وهي ضرب إيران، وعندما تتحرك الصين وروسيا من غفوتيهما سيكون الانفجار الكبير والحرب الكبرى التي لن تنتصر فيها سوى قوة واحدة هي إسرائيل وأمريكا. فاز المنتخب الألماني على نظيره الإيطالي ب6 أهداف مقابل 5 وبركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف. وفيما يلي أسعار العملات والذهب في الأسواق السورية ليوم الأحد 3 تموز.